كلنا دلوقتي عندنا يوتيوب على الموبايل بتاعنا او على اي جهاز تاني، وعشان نستفاد من اليوتيوب لازم نتفرج على قنوات تعليميه تفيدنا لما نتفرج عليها. فعشان كده جبت لكم النهارده افضل 7 قنوات انا بتابعهم، واللي كمان بنصحك انت كمان انك تتابعهم. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نبدا. اول حاجه قبل ما نتكلم في اي قناه هنقسم القنوات لثلاث انواع. اول نوع وهو تطوير الذات، تاني نوع وهو تعليم المونتاج، تالت نوع والاخير وهو تعليم البرمجه. اول نوع وهو تطوير الذات، والنوع ده هيكون فيه 4 قنوات. اول قناه وهي قناه بهاء حنيش، وفي القناه دي انت هتشوف انواع كتيره مختلفه من التجارب الحياتيه او التحديات المفيده. والنوع ده من القنوات انا بحبه جدا من ناحيه رايي الشخصي، وكمان غير كده انه بيعمل محتوى تاني غير التحديات المفيده، زي انه اتكلم عن ايه اللي بيحصل في فلسطين حاليا وعمل فيديوهين عن الموضوع ده، وكمان انه بيعمل فيديوهات تعليمية زي الفيديو ده. تاني قناة وهي قناة الفهيم، وفي القناة دي هتتعلم حاجات كتير جدا في مجالات حياتك، من ناحية الفلوس ومن ناحية العادات وحاجات تانية كتير جدا. غير كده ان في ملخصات كتب في القناة دي، زي كتاب الأب الغني الأب الفقير، العادات الذرية، وكتاب كيف تأثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء، وحاجات تانية كتير. ثالث قناة وهي قناة وليد، والقناة دي شبه قناة الفهيم لكن بتتوسع أكتر في مجالات الحياة. غير كده هتتعلم ازاي تتخلص من العادات اللي مش مفيدة في حياتك، وازاي انك تكتسب عادات جديدة ممكن ان هي تفيدك في مجالات حياتك. رابع قناة واخر قناة وهي قناة محمد ابو بكر، وفي القناة دي انت هتتعلم حاجات معينة كل فيديو، لكن مش في صورة فيديو عادي زي الفيديو ده، يعني زي واحد قاعد بيتكلم قدام كاميرا. لا، هو بيعلمك حاجات جديدة في كل فيديو لكن في صورة فلوج ليومه. يعني ايه؟ يعني بيصور فلوج ليومه عادي وبيحكي لك حاجة تتعلمها. والصراحة المحتوى من النوع ده انا بحب اتفرج عليه، لانه نوعا ما بيخلي اللي بيتفرج على الفيديو يكون عايز انه يكمل الفيديو، وفعلا ده اللي بيحصل معايا. بعد ما خلصنا اول نوع من انواع القنوات هندخل على تاني نوع وهو نوع تعليم المونتاج، وفي النوع ده عندنا قناتين. اول قناة وهي قناة فرجاني، وفي القناة دي انت هتتعلم ازاي تمنتج زي ما اليوتيوبرز المشهورين بيمنتجوا على ادوبي بريمير وعلى افتر افكت. تاني قناة وهي قناة درويش، والقناة دي بتعمل نفس المحتوى زي ما بتعمل قناة فرجاني، لكن اللي بيختلف ان هي بتتكلم عن مواضيع متنوعة زي فيديو ادمان السوشيال ميديا وفيديوهات تانية كتير. بعد لما خلصنا تاني نوع من انواع القنوات وهو تعليم المونتاج هندخل على تالت واخر نوع وهو نوع تعليم البرمجة. اول قناه وهي قناه اوكتوكود، والقناه دي انت تتعلم منها برمجه من واحد فاهم قوي يعني ايه برمجه، وكمان غير كده ان المونتاج في القناه دي بيسهل الموضوع، لان من وجهه نظري ان المونتاج هو اللي مخلي البرمجه بالنسبه لي حاجه حلوه بالذات على القناه دي. وغير كده فالمونتاج بيميز كل صانع محتوى عن صانع محتوى تاني. تاني قناة واخر قناة في الفيديو ده وهي قناة كودزيلا، والقناة دي برضو بتعلمك برمجة بس بشكل او بصورة تانية، لان بالنسبة لي طريقة كلام كل واحد هي اللي بتميزه. يعني ممكن ان قناة اوكتوكود تعجبني، وممكن ان قناة كودزيلا تعجبك، وكل واحد ممكن ان قناة تالتة تعجبني. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان ما تنساش ان كل لينكات القنوات هتلاقيها تحت في الديسكريبشن بوكس. وبس كده، سلام.